تخيل إن الحوض الصغير ده 40 في 40 بس ممكن يتحول لقطعة طبيعية كاملة جوه بيتك. النهاردة هنزور واحد من عملائنا بعد ما استلم الحوض بالفلترة، وهنشوف هل السكيب نجح وهل النباتات كبرت زي ما كنا متوقعين. الحوض ده كان مشروع صغير لكن بصراحة كان فيه تفاصيل كتير. المقاس بتاعه 40 في 40 في 40، متركب له صنب خلفي عشان الفلترة بتاعته تبقى قوية وفي نفس الوقت الحوض يفضل شكله بسيط ونضيف. الفكرة من الحوض ده كانت إننا نعمله هاي تك أكواريوم صغير لكن في شكل طبيعي وهادي. قبل ما نحط ولا حبة تراب ولا حتى نفكر في الاسكيب كان لازم الأول نسأل سؤال مهم جدا: الحوض ده هيتحط فين؟ اختيار مكان الحوض في البيت خطوة ناس كتير بتعدي عليها بسرعة، لكن الحقيقة إنها بتفرق جدا في نجاح الأكواريوم. حوض مقاسه 40 في 40 في 40 ومحطوط على ترابيزة مخصوص معمولة ليه علشان يشيل الوزن بشكل آمن. أول حاجة كنا بندور عليها هي المكان اللي يكون فيه واضح في الأوضة اللي هو محطوط فيها، لكن في نفس الوقت يكون بعيد عن الشمس المباشرة لأن الشمس المباشرة ممكن تسبب مشاكل زي الطحالب. كمان لازم المكان يكون قريب من مصدر كهرباء عشان الفلترة والإضاءة تبقى سهلة وما يبقاش فيه أسلاك كتير ماشية في المكان. وبعد ما استقرينا على المكان المناسب بدأنا نحط الحوض على الترابيزة ونظبطه كويس عشان يبقى مستوي تماما. ودي خطوة مهمة جدا لأن أي ميل بسيط ممكن يسبب ضغط على الإزاز مع الوقت. ودلوقتي هنجهز الصنب الخلفي. الميزة في الحوض ده إنه معمول بصنب خلفي. ببساطة هو نظام فلترة بيبقى موجود جوه الحوض نفسه لكن في الجزء الخلفي. الميزة فيه إنه بيديك فلترة قوية وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه فلاتر ظاهرة جوه الحوض. بدأنا نجهز غرف الصمت. أول غرفة بيكون فيها سحب المية من الحوض وبعد كده بتمر المية على مواد الفلترة. الفلترة هنا بتكون غالبا عبارة عن أسفنج ومواد بيولوجية تتكون، ودي بتكون بيت للبكتيريا النافعة اللي بتضاف للمية. وفي آخر غرفة بيبقى فيه موتور راجع هو اللي بيرجع المية للحوض تاني بعد ما تنضف، وبكده يبقى عندنا دورة مياه مستقرة تسحب المية تنضفها وترجعها للحوض مرة تانية. بعد ما خلصنا الفلترة جت خطوة مهمة جدا في أي حوض نباتات وهي الإضاءة، لأن في الحقيقة النباتات في الأكواريوم بتعيش على الضوء زي ما بتعيش على التربة. وبما إن الحوض ده هاي تك فالإضاءة هنا لازم تكون قوية وكفاية للنباتات. اختيار الإضاءة الصح بيساعد النباتات تنمو بشكل صحي ويظهر ألوانها بشكل جميل. ركبنا الإضاءة فوق الحوض وجربنا توزيع النور عشان نتأكد إن الضوء واصل لكل أجزاء الحوض. بعد ما اتفقنا على فكرة الحوض والمقاس بدأنا أول خطوة في أي أكواريوم نباتات وهي التأسيس. كتير من الناس أول ما تفكر في حوض نباتات تركز على الشكل السكيب أو النباتات، لكن الحقيقة إن أهم حاجة بتحصل تحت النبات، يعني في التربة نفسها. عشان كده قررنا نبدأ بقاعدة تكون قوية وتخدم النباتات لفترة طويلة. استخدمنا هنا خليط من البازلت والفيرمي. البازلت بيكون مهم جدا لأنه بيدي الحوض شكل طبيعي وكمان بيساعد إن التربة تبقى ثابتة وما تتحركش مع الوقت. أما الفيرمي فدوره مختلف شوية، وهو بيكون غني بالعناصر اللي النباتات بتحتاجها عشان تبدأ النمو بشكل صحي. الفكرة هنا إننا بنحاول نعمل بيئة قريبة من الطبيعة زي التربة اللي بتلاقيها في الغابات أو في الأماكن اللي فيها نباتات كتير. بدأنا نحط أول طبقة بهدوء ونوزعها كويس في الأرضية. وفي المرحلة دي لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة: إن ارتفاع التربة بيكون متساوي، يعني دايما بتخلي التربة أعلى شوية في الخلف وأقل من قدام. أما الفيرمي بيكون طبقة متساوية تماما. السبب بسيط: لأن ده بيدي عمق بصري للحوض وبيخلي المشهد كله يبان أكبر من حجمه الحقيقي. وبما إن الحوض هنا 40 في 40 في 40 فموضوع العمق ده مهم جدا عشان الحوض ما يبانش صغير. وأثناء ما كنا بنظبط التربة كان معايا محمد وحيد أخويا الصغير، وقعدنا نجرب كتير من توزيع لحد ما وصلنا لشكل التربة اللي يخدم السكيب اللي في دماغنا. لأن في الحقيقة السكيب الجميل بيبدأ من التربة مش من الخشب. بعد ما الأرضية بقت جاهزة وصلنا للجزء اللي دايما بيكون ممتع وهو السكيب. السكيب ببساطة هو التصميم الطبيعي اللي بنبنيه جوه الحوض. وفي المشروع ده قررنا نخلي التصميم بسيط وهادي لكن في نفس الوقت يكون في نقطة تركيز واضحة، واعتمدنا هنا على قطعة خشب رئيسية تكون هي العنصر الأساسي في المشهد. الخشب دايما بيدي إحساس طبيعي للحوض كأنه جزء من غابة صغيرة تحت المية. والجميل في الحوض ده إن اللي شاركني في التصميم السكيب بتاعه كان محمد وحيد أخويا الصغير. وقعدنا نجرب أكتر من زاوية وأكتر من ترتيب للخشب. مرة نحركه يمين، مرة نخليه مايل شوية للشمال،
مرة نرفع جزء منه عشان يدي حركة في المشهد. والحقيقة إن تصميم الإسكيب عمره ما بيجي من أول محاولة، لكن مع شوية تعديل وتجارب بدأ الشكل النهائي يبان قدامنا. بعد ما الإسكيب استقر في مكانه بدأنا نضيف طبقة التربة النهائية حوالين الخشب، ودي خطوة بتساعد إن الإسكيب يبقى ثابت، وكمان بتجهز الأرضية لمرحلة الزراعة. في المرحلة دي بيكون لسه فاضي، لكن تقدر تتخيل الشكل النهائي في دماغك: خشب في مكانه، التربة متشكلة، والمشهد كله مستني الخطوة الأخيرة وهي النباتات. بعد ما وصلنا للشكل اللي عجبنا في الإسكيب كان لازم نعمل خطوة مهمة جدا قبل ما نزرع النباتات، وهي تثبيت الإسكيب، لأن أي حركة بسيطة بعد الزراعة ممكن تبوظ كل الشغل اللي اتعمل. عشان كده بدأنا نثبت قطعة الخشب كويس جدا في التربة، وأحيانا بنحتاج نزود تربة حوالين القاعدة، وأحيانا بنغير زاوية الخشب سنتي أو اتنين عشان يبقى ثابت تماما. والهدف هنا إن السكيب يكون جزء من الأرض، مش مجرد قطعة خشب محطوطة جوه الحوض. وفي المرحلة دي لازم نبص على الحوض من أكتر من زاوية، من قدام ومن الجنب، عشان نتأكد إن الشكل النهائي متوازن، وإن الخشب واخد مكانه الطبيعي في المشهد. بعد شوية تعديل بسيط السكيب الأخير استقر في مكانه. دلوقتي بقى وصلنا للمرحلة اللي بتبتدي تدي للحوض حياة فعلا، وهي زراعة النباتات. في الأحواض الهاي تك النباتات بتكون عنصر أساسي في التصميم، عشان كده بنحاول نوزعها بطريقة تخليها تكبر مع الوقت وتملى الفراغات حوالين السكيب. بدأنا نزرع النباتات بهدوء في التربة، ووزعنا حوالين الخشب عشان الشكل يبقى طبيعي، كأن النبات طالع من الأرض وحوالينه الجذور. ومع كل نبتة بتتحط المشهد كان بيبدأ يتغير شوية في شوية. وبعد ما خلصنا تثبيت السكيب وزرعنا نباتات في أماكنها، وصلنا للحظة اللي دايما بنستناها في أي مشروع أكواريوم، وهي ملء الحوض بالمية لأول مرة. المرحلة دي لازم تتعمل بهدوء، لأن المية لو دخلت بسرعة ممكن تحرك التربة أو حتى تبوظ ترتيب النباتات اللي زرعناها. عشان كده بدأنا نملى الحوض ببطء، وبنخلي المية تنزل على جزء ثابت عشان تقلل من قوة اندفاع المية لأول مرة. شوية بشوية المية ابتدت تعلى، والحوض بدأ يتحول قدامنا مش مجرد تربة وخشب، ده لمشهد طبيعي تحت المية. في اللحظة دي دايما بحس إن الحوض بدأ ياخد روحه. بعد ما الحوض اتملى بالمية بدأنا نشغل الصنب الخلفي لأول مرة. المية بدأت تتحرك في دورة الفلترة، تطلع من الحوض وترجع تاني نضيفة. كده شغلنا الإضاءة وبدأنا نشغل الأسطوانة ونجهزها علشان تعيش في الحوض. طبعا في المرحلة دي الحوض لسه في البداية، النباتات لسه صغيرة، والسكيب كمان محتاج وقت عشان يندمج مع البيئة. لكن مع الوقت النباتات هتكبر والفراغات هتتملي والمشهد كله هيتغير. وده أجمل حاجة في الأحواض النباتات، إنك بتشوف الطبيعة وهي بتتكون قدام عينك يوم بعد يوم. الحوض ده مثال إن حتى المقاسات الصغيرة زي 40 في 40 في 40 ممكن تتحول لقطعة طبيعية ممتازة جدا لو التأسيس اتعمل صح، من اختيار المكان لتجهيز الفلترة لتأسيس التربة وبناء السكيب. كل خطوة بتفرق في النتيجة النهائية. ولو حابين تشوفوا تطور الحوض بعد ما النباتات تكبر قولي في الكومنتات، وهنعمل فيديو تاني نرجع نزور الحوض بعد فترة. دلوقتي بعد ما الحوض اتملى واشتغل، في حاجة مهمة جدا في أحواض الهاي تك لازم نتكلم عنها شوية، وهي اسطوانة السي 2. الاسطوانة ببساطة بتضخ ثاني أكسيد الكربون في المية. يمكن ناس كتير تستغرب وتقول ليه نحط CO2 في المية. الإجابة بسيطة: النباتات علشان تنمو بشكل صحي وسريع تحتاج 3 حاجات أساسية: إضاءة كويسة، تربة غنية، وثاني أكسيد الكربون. في الطبيعة النباتات بتاخد CO2 بتاعها من البيئة حواليها بسهولة، لكن في الأكواريوم الكمية دي بتكون قليلة. عشان كده بنستخدم الاسطوانة عشان نوفر للنباتات العنصر ده بشكل مستمر. ولما ال3 عناصر دول يكونوا متوافقين مع بعض، إضاءة وتربة وسي 2، النباتات بتبدأ تنمو بسرعة وتديك الشكل الكثيف الجميل اللي بتشوفه في أحواض الهايتك. وكمان بتقدر تخليك تربي أي نوع نباتات يقع تحت عينك. بعد تأسيس الحوض أول أسبوع بيكون دايما مرحلة مهمة جدا. في الفترة دي الحوض بيبدأ يدخل في مرحلة الاستقرار. البكتيريا النافعة بتبدأ تتكون في الفلترة، ودي بنضيفها بشكل منفصل في المية من أول يوم. والنباتات بتبدأ تتأقلم مع البيئة الجديدة، وأحيانا في أول أسبوع ممكن نلاحظ شوية حاجات طبيعية جدا، زي إن بعض النباتات ممكن يدبل جزء صغير منها مش كبير، وده طبيعي جدا لأن النباتات لسه بتتأقلم مع المية والإضاءة الجداد. لكن بعد شوية وقت صغير النباتات بتبدأ تطلع نموات جديدة، وده بيكون
علامة إن الحوض بدأ يستقر. عشان كده أول أسبوع دايما بنراقب الحوض كويس ونتأكد إن كل حاجة ماشية بشكل طبيعي، وبكده نكون خلصنا مرحلة تأسيس الحوض بالكامل. بدأنا من اختيار مكان الحوض في البيت، وبعد كده جهزنا الصنب الخلفي والفلترة وركبنا الإضاءة، وبعدين دخلنا في أهم مرحلة وهي تأسيس التربة وبناء السكيب. وبعدها ثبتنا السكيب كويس وزرعنا النباتات وملينا الحوض بالمية لأول مرة، وشغلنا النظام بالكامل بما فيهم اسطوانة السي 2 عشان النبات تقدر تنمو بشكل صحي. دلوقتي الحوض دخل مرحلة البداية، مع الوقت النباتات هتكبر والسكيب هيبان بشكل أجمل، والحوض كله هيتحول لمشهد طبيعي كامل. ولو حابين نشوف تطورات الحوض بعد فترة ونرجع نزور نفس الحوض ونشوف وصل لفين، قولولي في الكومنتات ونعمل فيديو متابعة للحوض. أنا يوسف وحيد، سلام.